السلام عليكم. أهلا بكم. وصفة النهاردة أكلة دايت من ضمن قائمة أكلات ومخبوزات دايت. وصفة دايت اقتصادية على قد الإيد وصحية جدا وبدون أي دهون أو زيوت. تاكلي منها براحتك من غير تأنيب ضمير. أوعدك لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها. وصفة خفيفة جدا على المعدة وفي نفس الوقت مشبعة جدا جدا. أتمنى تجربوها بنفس الطريقة. قبل ما نبدأ هنسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معانا في المقادير ربع كيلو كوسة غسلتها حلو قوي وقطعتها شرايح، وربع كيلو جزر شرايح، ومعانا فلفل ألوان أصفر وأحمر وأخضر، ومعانا كوب زيتون مخلي أخضر مقطع شرايح، و3 بصلات كبار أحمر أو أبيض براحتك، وجبنة موتزاريلا. هكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. معلقة سمنة بلدي في حلة أو معلقتين زيت زيتون. تمام. هنشوح الجزر الأول، أهم حاجة 5 دقايق ما نكترش علشان ما يتهريش مننا لأن لسه هنزل عليه الكوسة. 5 دقايق تشويح الجزر، وبعد كده هنزل بشرايح الكوسة نفس النظام. هنشوحها 5 دقايق واحدة واحدة معاكم يا بنات، حبايب البنات الجداد اللي بيتعلموا. أهم حاجة في الوصفة دي إن الخضار ما يبقاش مهري، يكون مستوي وفي نفس الوقت متماسك زي ما انتوا شايفين كده. في الوقت ده عايزة تغطي غطا الحلة غطيه. تمام كده. 5 دقايق وبعدين هننزل فصين التوم المبشورين. التوم بينزل قبل البصل لان بيدي ريحة حلوة قوي. احنا طبعا 5 دقايق برضو تشويح التوم عشان بس الطعم يتجانس. وبعد كده هننزل بشرايح البصل. كمية البصل دي انا عاملاها للخضار الفلفل الالوان والزيتون، وعاملاها للكوسة والجزر. دول 3 بصلات، انا هنزل بمقدار بصلة واحدة. تمام كده يا بنات. وهسيب الباقي للفلفل الالوان هيتشوح معايا. تمام كده. طبعا البصل برضو هياخد 5 دقايق تشويح. يعني مش لازم يدبل قوي، لو دبل منك قوي الخضار هيتهري. هو بس تحس اللي هو بقى يبقى شفاف. انزلي بقى كده ده نعناع وملح وفلفل اسمر. هكتبها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله المقادير دي كلها. 5 دقايق وبس كده. يبقى كده الخضار معانا اول صنف ده اتشوح. تمام كده يا بنات. في الوقت ده هنبدأ نشوح بقية الخضار. هنزل بمعلقتين سمنة بلدي أو 4 معالق زيت زيتون. الخضار اللي أنا هبدأ أشوحه معاكم ده هعمل منه صنفين للدايت. طاجن الكوسة اللي هعمله دلوقتي معاكم، وهعمل كمان طاجن بطاطس مهروسة. فأنا هشوح كمية الخضار كلها وبعدين هقسمها. طبعا البصل دبل، دول بصلتين، كوباية فلفل ألوان من كل نوع، كوباية أخضر وكوباية فلفل أحمر وكوباية فلفل أصفر، ونص كوباية زيتون مخلي. أول ما البصل يا بنات اتشوح أنا هنزل بالفلفل كله، الأحمر والأخضر والأصفر، واسيبه 5 دقايق. الفلفل ما بياخدش وقت خالص في التشويح. هيتبل بفلفل أسمر مطحون وملح فقط لا غير، ونعمل حسابنا إن في زيتون في الخلطة. هسيبه 5 دقايق وبعد كده هنزل بالزيتون، زيتون متقطع شرايح، والتوابل زي ما انتوا شايفين كده يا بنات.
بس هسيبه 5 دقايق كمان ويبقى كده معانا الخضار جاهز. طبعا الكمية دي زي ما قلت لكم هقسمها على 2 طاجن، طاجن كوسة وجزر بالخضار وطاجن بطاطس مهروسة بالخضار برضو المشكل. انا اقصد هو ده الخضار المشكل يا بنات. طبعا انت ممكن تستبدلوا الخضار المشكل ده باي خلطة، باي نوع من انواع اللحوم، ده براحتكم خالص. انا حبيت النهارده اعمله بطريقة اقتصادية جدا على قد الايد. خلاص كده يا بنات الخضار جاهز. هاتي بقى طاجن، هاتي اي صينية عندك ادهنيها مادة دهنية. انا هنا دهنتها زيت زيتون، ممكن تدهنيها سمنة بلدي او زيت عادي. انزلي بقى بالكوسة والجزر وافرديها كده في الطاجن، وحاولي تضغطي عليها ضغطة خفيفة. بس هنحط معاها جبنة موتزاريلا. جبنة الموتزاريلا دي هي مادة الربط اللي هتربط الخضار ببعضه. في احد متابعيني حبايبي طلبت ان هي طاجن الكوسة انا كنت عاملاه قبل كده ومنزلاه على القناة، مش عايزة فيه بيض. فطبعا احنا مش هنستخدم بيض، فلازم الخضار يتربط مع بعضه. هننزل طبعا الجبنة الموتزاريلا، هي دي مادة الربط، وفي نفس الوقت صحية وبتدي طعم حلو قوي. بعد كده هننزل بنص كمية الخضار، الفلفل الالوان والزيتون، ونضغط عليه ضغطة خفيفة زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. وهنزل بكمية جبنة من على الوش. انا بوريكم النص التاني من الخضار هعمل بيه الوصفة التانية. هندخله في فرن متوسط الحرارة على الرف الاسفل على صاجة الفرن كده من تحت 7 دقايق، وبعد كده هنرفعه تحت الشواية، نخلي الجبنة تسيح وفي نفس الوقت تاخد لون خفيف ذهبي، ويطلع معاكم بالجمال والحلاوة دي. بألف هنا وشفا، ربنا يحسن ما بين ايديكم يا حبايبي. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير لكل حبايبكم فضلا، ولا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد. في حفظ الله، السلام عليكم.